وفي الحلقة السابقة تعرفنا على الإناث اللواتي لا تريدن وضع البيض. ما هي المسببات لهذا المشكل؟ تركت سؤال معلق حول هل الذكر يلقح كل بيضة لوحدها؟ هذا ما سنتعرف في هذه الحلقة، وسنتعرف على الطريقة الصحيحة للحفاظ على البيض، ولماذا ذكر البادجي لا يخصب البيض. لنبدأ. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة ابو رؤيا اللي هو الطيور زنا ومحبي الكوكتيل والبادجي الاسترالي، ومرحبا بكم في عالم البادجي من سلسلة اسرار انتاج البادجي. بدأنا. ان تضع الانثى كل بيضة يقوم الذكر بالجماع او تلقيح الانثى. الإجابة نعم، بعدها بيوم حتى تتكون قشرة البيضاء بالكامل بدرجة تمنع من كسرها. تقوم الأنثى بوضع البيض، واحترس أخي الهاوي من كثرة فتح العش على الأنثى، فقد تكسر أحد البيضات للأنثى، وقد تنقلع الأنثى عن الرقاد على البيض نظرا لخوفها. الطريقة الصحيحة للحفاظ على البيض: أولا، مع أول بيضة يتم تسجيل تاريخ اليوم في ورقة. حاول أن تثبت على البياضة من الخارج التي وضعت فيها الأنثى البيض، ومن هذا التاريخ يتم إضافة 18 يوم لمعرفة اليوم الذي سيخرج فيه الفرخ بإذن الله. ثانيا، بعد رؤية أول بيضة لا يتم فتح العش مرة أخرى إلا بعد 10 يوم للكشف عن البيض إن كان مخصب، وهذه المدة كافية تماما لظهور البيض المخصب. واحذر من الاستعجال في رمي البيض، ربما تكون آخر بيضة هي المخصبة. ثالثا، بعض الإناث تعرف البيض المخصب والغير مخصب، لهذا تقوم بإلقائه من العش، وبعض الأحيان تقوم بكسر البيض لأنها لا تعرف سبب شعورها بالفراخ. رابعا، يجب علينا متابعة البيض أثناء وجود فروخ صغيرة للتخلص من البيض الفاسد، لكي لا يعيق حركة الفروخ بداخل العش. وإن كان البيض مخصب فيجب ملاحظته كي لا يفسده بمخلفات الفروخ الصغيرة. خامسا، لابد من وجود ضوء صغير للأنثى إن أرادت أن تشرب أثناء الليل، لكي تستطيع العودة إلى العش مرة أخرى. عند وضع الطعام أثناء الليل للطيور، ولاحظت أن الأنثى خرجت من العش، فلا تطفئ الأنوار حتى تتأكد من أن الأنثى رجعت للعش، لأن هذا البيض سيفسد. سادسا، عند نقل البيض من العش إلى آخر راعي توقيت كل بيضة، لأن ذلك ينتج عنه كما تحدثنا أن تكون هنالك فروخ كبيرة تفسد البيض بحركاتها وفضلاتها داخل العش، وبالتالي نخسر بيض مخصب. سابعا، متابعة البيض جيدا حتى خروج آخر فرخ يؤمن عملية موت فراخ بداخل البيضة. من المتابعة يمكننا مساعدة الفراخ التي لا تستطيع الخروج. ثامنا وأخيرا، طريقة علاج الكبس البيض، وهي موت فراخ داخل البيضة لأنه لا يقوى على كسر قشرتها، ويجب علينا استخدام الفيتامينات، ويجب عليك تقديمها قبل بداية التزاوج. وهذه الطريقة مجربة وآمنة إن شاء الله، وأتمنى فروخ جميلة لكم جميعا إن شاء الله. لماذا لا تخصب ذكور البادجي؟ كثير من الهواة يقومون بالتخلص من الذكر عندما يجد البيض غير مخصب لعشين أو 3، وطبعا هذا التصرف سليم من الناحية الاقتصادية، حيث أن الاحتفاظ بالذكر لا ينتج يشغل المكان ويمكن استغلاله مع ذكر آخر. ولكن أحبائي، للموضوع نواحي علمية نستطيع من خلالها أن نجزم بأن هذا الذكر لا ينتج، بخلاف كبير في السن. ولادة ذكر بادجي وهو عقيم شيء نادر جدا، فإن البادجي معروف بحيويته وخصوبته، ولكن هنالك بعض الحالات العارضة التي تحدث ولا ننتبه لها. مثال، يمكن أن يكون هنالك بعض الريش حول المخرج عند الذكر وعند الأنثى، وهي عملية تعيق عملية التزاوج. كذلك قلة خبرة الذكر، حيث أنه إذا تم تزويجه مبكرا فلن يكون هنالك خبرة عند التزاوج، وخاصة عند طيور البادجي الإنجليزي. إخواني هواة البادجي، لا تتعجل بالاستغناء عن طيورك الجميلة لعدم إنتاجها مبكرا، وأعتقد أننا يمكننا أن نجمل عدم خصوبة البادجي للأسباب التالية. البادجي صغير في السن، يجب علينا ألا نزوج البادجي قبل 6 أشهر بالنسبة للعادي، و10 أشهر بالنسبة للإنجليزي، وستدرك ذلك مع الخبرة.
باجي كبير في السن لدرجة كبيرة يزيد عن 6 سنوات. وجود ذكر في مرحلة القلش أو غيار الريش. عدم تثبيت المجاتم تكون مستديرة لا تستطيع الأنثى التشبث بها. خمود ذكر وعدم نشاطه جنسيا، فلا يكون كثير الحركة ونشيطا ولا يميل إلى العش مطلقا. كما ذكرنا تجمع الريش حول المخرج. أما بالنسبة لهذه الحلقة فأوشكت على النهاية، انتظرونا في الحلقة المقبلة، سأتكلم على موت الفراخ داخل العش. إذا كنت على الفيسبوك فلا تنسى المتابعة وتشجيعي بزر الإعجاب. أما بالنسبة للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس. أي استفسار وتساؤل دعه في صندوق التعليق ودمتم سالمين.